هذا ممكن أصعب سؤال يمر عليك، خليك أقل من دقيقة، ارسل هذا الفيديو لصاحبك أو حفظه يمك حتى تمخمخ بالسؤال وتجاوبه بعدين. أنت واقف يم سكة القطار وتشوف القطار جاي بسرعة، قدامك تشوف اكو 5 أشخاص مربوطين على السكة مال القطار، أو عمال يشتغلون على السكة مال القطار، تخيلهم مثل ما تحب، إذا استمر القطار راح يدهسهم وراح يسويهم حمص بطحين، بس لحسن حظك إنه أنت تقدر تنقذهم. اكو طريق جانبي واكو ذراع تحويل، أنت لو سحبت هذا الذراع راح يتغير المسار وتقدر تنقذهم، بس المشكلة انه اكو شخص واحد مربوط هناك، يعني لو تترك الامور مثل ما هي وما تنقذ ال5 اشخاص او تتدخل بنفسك وتتسبب في موت واحد حتى تنقذ الباقين، هل تفضل قتل واحد بقرار منك لو تخلي القطار يقتل 5 اشخاص انت شنو قادر على انقاذهم؟ شنو الاهون؟ القتل بالفعل لو القتل بالاهمال؟ هل النية اهم لو النتيجة؟ هاي واحدة من اكثر المسائل الاخلاقية تعقيدا، اسمها معضلة القطار أو ترولي بروبلم، معروفة ومشهورة بين علماء الفلسفة والأخلاق. بس هاي مو بس نظرية، هاي تستخدم لقياس أخلاقك، مبادئك، وحتى قدرتك على اتخاذ القرار الصعب. فهسه قل لي شنو تسوي؟ تتدخل لو تترك القطار يقتل ال5؟ أتمنى تجاوبوني، لأنه أكو تكملة أريد أشوف شنو راح يصير.